السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل اول وصفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. وهنبدأ ان شاء الله بالكحك. هنعمل الكحك بطريقة جميلة وسهلة جدا، وكمان من غير ما تقدحي السمنة وتحرق قلبك والكلام دوت. هنعمله على البارد، وكمان هنعمله بطريقة سهلة. بنص كيلو من الدقيق بس. هتقومي تعمليها في 10 دقايق، ومش هياخد منك اي وقت واي مشكلة. بتقف معاكي. الكحك بينشف معاكي، رسمة بتروح. العجوة بتنشف، الملبن بينشف. ان شاء الله هرد على كل حاجة انتي حضرتك يعني بتسأليها. بس لو اول مرة تتفرج على قناتي، يا ريت ما تنسينيش في عمل اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة نسمي الله ونقول احنا عملنا الوصفة ازاي. انا جبت نص كيلو من الدقيق. ضفت عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السمسم، معلقة كبيرة من السكر البودر. وكمان معلقة من الكسر، بيديله طعم وترميلة كده جميلة هتعجبك. بإذن الله اتبعي بس الخطوات واحدة بواحدة، وهي هتنجح معاكي ان شاء الله من اول مرة. لو اول مرة هتخشي المطبخ وتجربي ان انت تعملي وصفة الكحك ومتخوفة، ان شاء الله هتعمليه وهينجح معاكي من اول مرة بإذن الله. اول حاجة طبعا العجوة بتنشف منك ليه؟ العجوة بتنشف معاكي علشان خاطر يعني ممكن النوع ما يكونش كويس وما يكونش جيد. فايه انت بتحطي معلقة زبدة او معلقة سمنة. بتخلطي كويس قوي العجينة مع الملبن لغاية لما يبقى كده عجينة متماسكة. وبعد كده تشكليها كور صغيرة على قد الكحكاية. والعجوة كذلك، لو العجوة بتاعتك ناشفة شوية، برضو تحط لها معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة. وبعد كده تخلطيها. بعد كده تعجنيها كويس مع الزبدة. بس كده بعد ما تعجنيها كويس قوي من الزبدة مع الزبدة. برضو هتكوريها وتشكليها وتركنيها على جنب. الدقيق هتنخليه، وزي ما قلت لحضرتك، هتحطي معلقة كبيرة من الكاستر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السمسم، ومعلقة كبيرة من الكاستر، وذرة ملح. وتقلبيهم كويس قوي وتركنيهم على جنب. هتجيبي معاكي تكوني محضرة 325 جرام من الزبدة على السمنة. 300 جرام من الزبدة على السمنة. هتخلطيهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده تضيفيهم على الدقيق، هتبسيه كويس. لازم نجاح الكحكاية يعني عاوزاها مرملة، وفي نفس الوقت كده دايبة دوب في بقك. السمنة الكويسة لازم تضربيها كمان كويس قوي مع الزبدة لغاية لما تبقى ناعمة جدا. وبعد كده بتضيفي عليها الدقيق وتقلبي تبسي يعني بالمضرب بتاع الكف دوت. ده بيخلي العجينة تتبس معاكي. لو ما عندكيش عجان، انا طبعا كنت ببس بايدي، لكن ايديا دلوقتي وجعاني. عافاكم الله. بيجي لها زي شد كده عضل وفي الاعصاب، ما بعرفش ان انا ابس كويس. ف يعني ربنا اكرمني واشتريت العجان. فمن ساعتها يعني انا بعمل في العجان عشان ايديا. لكن هو سهل جدا، ده نص كيلو ولا حتى كيلو هتعمليه بسهولة جدا. بس ضفت بقى المكونات الجافة كلها، وبعدين ركنتها على جنب. وبعد كده جبت بقى الزبدة، ضربتها كويس قوي مع في العجان لغاية لما لونها افتح كأني هعمل يعني كريم شانتيه. هتضربيها كده ولونها يفتح. كل ما تضربي السمنة كويس قوي والزبدة وتفتح معاكي دي يعني بتنجح معاكي الكحكاية، بتخليها ناعمة كده ومرملة. والله انا يعني كنت بعمل
الكحك على السخن. كانت بتبقى حلوة وكل حاجة، بس ما بتبقاش بنفس الطراوة، وبتبقى كمان يعني ما بتبقاش يعني ايه تقيلة على المعدة، هي عشان السمنة طبعا ما بتتقدحش ولا الزبدة. فالطريقة دي صراحة انا من ساعتها انا بعتمدها على طول وبعملها. ما بعملش بالسمنة المقدوحة، من ساعة ما لقيت الطريقة ديت احسن يعني. هبس كويس قوي العجينة دي مع السمنة والزبدة، وبعد كده يعني هلم العجينة بنص كوباية مية. هلم العجينة بنص كوباية مية بس. وبعد كده بعد ما تتلم معايا اركنها لمدة يعني 10 دقايق لغاية لما احضر الصواني بتاعتي او الصاجات. وبعد كده طبعا الملبن او العجوة. انا هعمل النهاردة بالملبن. الملبن طبعا زي ما قلت لكم نص كيلو. الكيلو بياخد نص كيلو، انا جبت ربع كيلو عشان انا هعمل نص كيلو. الكيلو بياخد نص كيلو نص كيلو عجوة، نص كيلو ملبن. بت بتعجنيهم بمعلقة سمنة او معلقة زبدة ويتعجنوا معاك. وبعد كده تكوريهم كور صغيرة على قد الكحكاية. لو انت عايز تعملي كحكاية كبيرة كبري شوية ال ال الكورة. لو انت عاوزة تصغريها شوية الكحكاية، انا عاملاها برضو مش كبيرة قوي، عاملاها كده وسط حلوة. برضو ايه مخلية الكورة بتاعة الملبن بتاعتي صغيرة، بحيث ان انا ما تطلعش مني. فانت كل ما تبقي مصغرة الملبن ما بتتنطرش معاكي وما بتتفتحش معاكي. فبتكوريها وتركنيها برضو. تمام. وبعد كده بيكون عندي الاسانس بتاع الاسانس دي سر ريحة الكحك وترميلة الكحك، وتخلي العمارة كلها تتقلب من ريحة الكحك بتاعك. الاسانس دوت اللي انا بشتريه يعني اسمه ريحة الكحك. بريحة الكحك. اول حاجة انا جبت ازازة ورد، ازازة الورد وجوز الهند وريحة الورد وجوز الهند والسمنة البلدي. ريحة السمنة البلدي مع مية الورد مع ريحة الموز. كل دوت بيخلي الكحكاية معاكي طعمها مميز وريحتها جميلة جدا، وما تشبعيش منها اكل. علشان خاطر الاسانس دوت كأنك عاملة حاطة سمنة بلدي بتشتريها من العطار موجودة، تقولي له انا عاوزة ريحة الكحك، بيجيب لك الريحة ديت. بتبقى موجودة عنده البودر وموجودة عنده السايلة. انا بفضل ان السايلة، لان السايلة بتبقى مركزة اكتر، بتبقى احلى كمان. عندي ختامة، عندك منقاش اشتغلي بيه. المنقاش سهل جدا، الختامة سهلة، اسهل كمان من المنقاش. بس انا يعني بحب ان انا برضو اعمل صاج كده بالمنقاش. يعني ايه هو مش يعني دي هواية ان انا ايه اعمل كده بالمنقاش. لكن طبعا الختامة اسهل كتير من المنقاش لو انتي مش محترفة يعني. واول مرة يعني تعملي الكحك. انا بخاطب البنات الصغيرة اللي لسه اول مرة يخش المطبخ، لكن امهاتنا طبعا واخواتنا الكبار على دماغنا من فوق. لكن انا بتكلم وبخاطب البنات الصغيرة اللي ما بيعرفوش ينقشوا. دول ممكن يعملوا بالختامة، الختامة اسهل لهم بكتير. فزي ما انت شايفة انا قلتلك على كل حاجة بتقف معاكي في اعمال الكحك، كل الاسرار. يا ريت لو عجبك الوصفة وعجبك الفيديو وجربت الوصفة، يا ريت ما تنسنيش في كومنت تشجيعي ولايك واشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمتم بخير، وكل عام وأنتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.